سلام الله عليكم، أهلا ومرحبا بكم. كنتمنى تكونوا بألف خير. جولتنا اليوم لشاطئ واحد ولكن ليس ككل شواطئ. قبل ذلك نوريكم هذه الإطلالة الجميلة من أحد المطاعم اللي كتطل على مدينة الجبهة واللي كتواجد على الطريق لمدينة الحسيمة. الجبهة باللغة العربية تعني الجبين أو الواجهة ومقدمة الشيء، فالبلدة تبرز كما لو أن المدينة عبارة عن جبهة لسلسلة جبال الريف، ومن ثم عرفت باسم الجبهة. إلا أن الجبهة عرفت بأسماء أخرى عبر التاريخ، ففي العصور الرومانية عرفت باسم كربوكلا ومعناه باللغة العربية مخيم أو مأوى. أما خلال فترة الاستعمار الإسباني فعرفت باسم ميناء كاباس نسبة إلى الجنرال أوسفالدو كاباس الذي أسس المدينة سنة 1926، فعرفت المدينة باسمه واستمرت المدينة كمحمية إسبانيا إلى غاية سنة 1956 عندما حقق المغرب الاستقلال دياله، ليتحول اسم البلدة من الجبهة التي عرفت به في فترة سابقة. يعتمد اقتصاد الأول المدينة على الصيد البحري، حيث تتواجد بالجبهة ميناء صغير يتوفر على العديد من المرافق الخاصة لقوارب الصيد، حيث يرسو صغيرها وكبيرها. إضافة لذلك فإن الميناء يستقطب عدد من الزوار الأجانب والمحليين للقيام بجولات سياحية حول شواطئها الخلابة، وهذا ما قمنا به. استأجرنا قارب من الميناء باش يعمل لنا جولة في أجمل وأروع شواطئ المدينة. ثمن الركوب كيتراوح ما بين 120 إلى 150 درهم ل6 أو 7 ديال الأشخاص، وكيختلف على حسب الموسم. يمكن ياخدكم جولة ويرجعكم في نفس الوقت، ويمكن يحطكم في شاطئ من الشواطئ ويعاود يرجع لكم في المساء أو في الوقت اللي حددتوه مع صاحب القارب. وغنحاول نخلي لكم الفيديو على طبيعته باش تستمتعوا حتى نتوما بهذا الجمال الرباني. وصلنا لأول الشواطئ، شاطئ مرس الدار نسبة للبيت اللي كيتواجد على قمة الجبل. هو شاطئ جميل وواسع والمفضل لدى الجبهويين، خصوصا عندما تهب الرياح الشرقي يبقى البحر هادئ. ثم وصلنا إلى مغارة عبد الكريم الخطابي، والتي يذكر أنه كان يختبئ فيها من طغيان المستعمر. عندما تدخل إليها تشعر بهبة وخوف كبيرين تذكرك بعظمة الخالق سبحانه وتعالى.
هذا شاطئ مونيكا الكبير الواسع، وفي الجهة الأخرى كيتواجد شاطئ مونيكا الصغير، وبينتهم كتواجد هاد الصخرة الكبيرة، وفي وسط الصخرة كاين واحد المنحوتة طبيعية يقال على أنها كتشبه وجه الملك المغفور له محمد الخامس. وهذا شاطئ بلايا مونيكا الأصغر. وعلى طول هاد الصخور كتلقاو بعض الصيادين اللي كيمارسوا هوايتهم صيد السمك برمي الخيوط الصنارة او السبيب، واللي غالبا ما كيبانش لاصحاب الفلوكات وكيجروها معهم، مع العلم ان هاد الصيادة كيوقفوا في حافة الصخور مما قد يسبب لهم خطر السقوط في الماء، خصوصا اللي ما كيتقنوش السباحة. وصلنا لأبرز وأجمل الشواطئ بالجبهة، شاطئ الحواض. ما شاء الله على جمال وروعة هذا الشاطئ، مياه زرقاء صافية ونقية، صخور بيضاوية الشكل من أصغرها إلى أكبرها متراصة على طول الشاطئ الذي لا يتوفر على رمل، وهذا ما يجعله من أغرب وأجمل الشواطئ. شاطئ بعنوان جنة الله في الأرض، يطغى عليها الهدوء والسكينة، تحسون وكأنكم على جزيرة بعيدة. ويرجع هذا إلى أن هذه الشواطئ كلها طبيعية ولم يتدخل الإنسان في تصميمها أو تخريبها، والسبب أيضا هو عدم توفر الطرق المعبدة اللي كتوصل لها، فبقت على حالها. وأثناء رجوعكم غادي تستمتعوا برؤية الجبال والقرى اللي على الشواطئ التابعة لمدينة الجبهة. استغرقت مدة الرحلة تقريبا 45 دقيقة. لم تكن هذه الجولة بالنسبة لي أول مرة، ولكن كل مرة كنحس كأنها الأولى. جولة تعرفكم بالهندسة الكونية الربانية والتأمل في رقي الطبيعة وجمالها، بالإضافة إلى الاستفادة من الطاقة الإيجابية اللي كترسلها أشعة الشمس. هذا ما يجعل من المنطقة محطة لقاء لكل الراغبين في الراحة والاستجمام بعيدا عن ضجيج وضغوطات الحياة، لتعودوا بروح ونفس جديدين. وصلت معكم لنهاية الفيديو، كنتمنى تكونوا استمتعتوا وعجبتكم الجولة، على أمل اللي تحت لي الفرصة وجربها يعطي لنا رأيه بها في التعليقات. ما تنسوش لايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة والمحفزة، وانتظروني في فيديوهات جديدة عن مدن وشواطئ مغربنا الحبيب. دمتم سالمين وشكرا جزيلا.